السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض بيتزا دايت حلوة قوي وخفيفة بقشور السيليوم. هقول المكونات كلها والطريقة. يا ريت لو انت جديدة في قناتي انزلي بسرعة دوسي سبسكرايب وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش لايك. ان شاء الله هنبتدي النهارده نقول بسم الله الرحمن الرحيم. المكونات اللي هتبقى معانا النهارده خفيفه وقليله جدا، وهقول برضو قد ايه الكالوريز اللي هتبقى في القطعه بتاعه البيتزا والبيتزا كلها. انا عاملاها بيتزا كيتو لكن مزوده فيها شويه زبده علشان اديها نكهه. انا مش عامله دايت بس حبيت ان انا اجرب طعمها بالزبده ومن غيره. المكونات معايا النهارده هجيب 3 بيضات كبار، وقشور السيليوم هجيب 3 معالق. انا جايبه طبعا من ابو عوف، الماركات بتختلف، ومعلقه خميره كبيره ومعلقه بيكنج باودر وخل تفاح عضوي ومعلقه ملح صغيره هملايا وفلفل اسود وثوم باودر وثلاث اربع معالق كيري حسب برضو الماركه اللي انتوا جايبينها. انا جايبه كيري او اي حاجه شكل كريمي يعني. تمام كده. هجيب بوله وهنزل بالبيض بتاعي وهضربهم مع بعض واحط عليهم الفلفل الاسود. يفضل ان احنا ننزل بالقشور السيليوم واحده واحده. بس انا الموضوع ده عملته قبل كده وعارفه ان اللي معايا قشور السيليوم من ابو عوف باخد قد ايه مقدار على كميه البيض دي. لو انت جايبه مقدار تاني مختلف وشركه تانية او من مكان تاني فيفضل تنزلي جزء بجزء لان كل شركه بتختلف في امتصاص السوائل. تمام كده. انا نزلت بالملح ونزلت بالملح سوري بالملح والفلفل والثوم الباودر علشان برضو نكهة البيض ما تبانش معايا. وهنزل بالخل التفاح وهضربهم مع بعض لحد ما يتجانسوا كلهم مع بعض كده بالمضرب او بأي وسيلة خفق يعني عندك متاحة. هتضربيهم مع بعض لحد ما يتضربوا كويس ويتجانسوا مع بعض. اكتبي لي بقى في التعليقات لو انتي عملتي الوصفة دي قبل كده ونجحت معاكي، ولو ضايفة حاجة زيادة او في حاجة ممكن تفيديني بيها اكتبي لي في التعليقات ما تبخليش عليا. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ان شاء الله الوصفة دي هتعجبكم جدا وهتخليكم تستغنوا عن المعجنات لان مشاكلها كتير جدا حتى لو مش بنعمل دايت. خلاص انا خفقت البيض بتاعي بالشكل دوت وهنزل ب باقي المكونات بتاعتي. البيكنج باودر هنزل بيها، حتى لو نزلت بيها في الاول برضو مفيش اي مشكله خالص. انا بس كنت باخد كميه علشان احاول البيض بتاعي يبقى كريمي شويه، فهنزل كمان بالخميره والبيكنج باودر وبقيه المواد اللي معايا كلها. قشور السيليوم بس اللي هي ليها تحفظ عليها ان ننزل واحده واحده. انا الماركه دي جربتها قبل كده بتاعت ابو عوف وعارفه بتاخد قد ايه كميه بيض وقد ايه كميه الجبنه الكريمي اللي هنستخدمها. لو انت غيرتي برضو الكريمي مش بتاعت الكيري مش لاقياها ممكن تستخدمي جبنه لايت بتاعت دومتي حلوه، وكمان الاضمن انها لايت فنسبه الدهون فيها اقل والكالوريز طبعا هتبقى اقل في النهايه في القطعه. انا استخدمت دلوقتي الكيري واستخدمت قبل كده دومتي اللايت. هنزل بالكميه كلها وبرضو هقلب كويس قوي لحد ما تبقى معايا كريمي وتتلم العجينه كلها مع بعض. طبعا انا فتحت البوتاجاز الفرن بتاعي على درجة 180 قبل ما اشتغل في البيتزا بحوالي 5 دقايق، بحيث ان انا قبل ما اخلصها هتاخد معايا ربع ساعة يكون البوتاجاز بتاعتي على نار هادية خالص. ولما اجي ادخل البيتزا هعلي النار على 180 وارجع اوطيها بعد شوية علشان تستوي كويس، اضمن انها تستوي كويس قوي من جوه. خلاص انا ضربت المنتج كله بعد ما نزلت طبعا قشور السيليان بتاعتي وحسيت انها ناشفه شويه فزودت شويه صغيرين من الكيري او الجبنه الكريم اللي عندك. لان كل ما هتسيبيها كل ما هتلم اكتر وكل ما قشور السيليم هتلم السوائل اللي موجوده وهتنفش معاكي وهتمسك مع بعض. انا عايزاها لينه زي ما انتوا شفتوها كده. وجبت طبعا ورق زبده ورشيت عليها زيت زيتون. للاسف هي جت مني زياده شويه لكن المفروض الكميه تبقى نقطتين هيظبطوا الدنيا خالص، بس انا للاسف جت معايا كميه شويه زياده. خدوا بالكم طبعا وانتوا بتدهنوا ورق الزبده. انا كنت يعني حابه ان انا اعمل بس القاعده بتاعتها علشان ما تلزقش معايا في ورق السيليوم ورق الزبده وتطلع معايا بسهوله. طبعا الكميه دي قللوها علشان ما يبقاش فيه دهون كتير في البيتزا بتاعتكم. هفردها طبعا
بالمعلقه او بايدي زي ما تحبوا، يفضل بايدك. وطبعا ايدك بليها بس نقطه زيت، يعني حطي عليها رشه زيت كده، يعني مكان ما دهنتي ورق الزبده ايدك فيها زيت هتعجني بيها. هي مش تلزق في ايدك، هي شكلها بس كده، لكن لما تيجي تعجنيها هتبقى معاكي ما بتلزقش في الايد نهائي. هفردها في الصينيه بتاعتي اللي انا حطيت عليها ورق الزبده بالشكل دوت. الشكل بقى اللي انت عايزاه، مربعه مدوره زي ما تحبي. البيتزايه دي هتعمل تقريبا حوالي ممكن حوالي 22، مقاس 22 الكميه اللي انا عملتها. انت حابه بقى تزودي، هتشوفي بقى كميه البيض هتضعفيها، او هتخلي مثلا كميه البيض ازيد، واحده او اتنين. المهم هتنسقي المقادير حسب الكميه او الحجم اللي انت عايزاها من البيتزا. البيتزا دي هتعملها مقاس 22، هتكبري يبقى ضعفي كميه المقادير اللي احنا قلناها في اول الفيديو. هفضل ابطط فيها لحد ما افردها بالشكل دوت. وللاسف برضو حطيت زيت زيتون، وده كان غلط. انا كانت كفايه ايدي بس كان فيها زيت زيتون، فده كفايه، فخلاها مدهننه شويه. فنقلل كميه الزيت اللي انا حطيتها افضل بكتير علشان تبقى صحيه اكتر. هو زيت الزيتون مفيد وكل حاجه، بس يفضل نحط منه كميه قليله. هدخلها في الفرن بتاعي. قبل ما ابتدي اشكلها وازينها من فوق لازم الاول تستوي على درجه حراره 180، واوطي الفرن يعني على 120 ولا حاجه 10 دقايق، وهطلعها. اتمسكت معايا بالشكل دوت. وللاسف كنت دهنت كمان، جبت صلصه بيتزا جاهزه من هاينز، او ممكن تعملي انتي شويه صلصه وعليهم زعتر وبصل باودر وتوم باودر وفلفل اسود وشويه سكر صغيرين على نار عاليه، وبعد كده تهدي النار، هيعملوا معاكي برضو الصوص بتاع البيتزا. وكنت عامله شويه فراخ مشوحاهم ببصل كده بشويه دبس رمان وملح وفلفل وصويا صوص وبصله متقطعه، وشوحت. وكانت حلوه قوي معايا. مش متاحه تحطي اي حاجه، متاحه عندك سجق بقى، لحمه مفرومه مع الصجاها، لانشون، بسطرمه، اللي انت حابين اي حشوه بتحبيها وبتفضليها. انا بالنسبه لي ما كنتش عاملاها دايت نسبه 100%. حطيت شويه زيتون، انا بحب الزيتون كتير، فحطيت شويه زيتون وغرقتها بالشكل دوت. وهنزل طبعا بالجبنه رومي، وهنزل بميكس جبن شيدر وموتزاريلا. اي حاجه عندك حطيها، اي حاجه بتفضليها في الطعم حطي. لو بتحبي طعم الفلفل في البيتزا حطيه، مش عايزاها باي لحوم اعمليها بجبن بس بتبقى برضو لذيذه. دي جبنه شيدر، ممكن تستبدليها بالشيدر بتاع بريزيدون، حلوه بتاعت اللي هي الهمبرجر دي. ممكن تحطي قطعتين وبرضو لايت، وهتبقى خفيفه ومش هيبقى فيها كميه دسم كتير. ونزلت طبعا بالموتزاريلا بتاعتي والجبن اللي انا حباها، وسبتها في الفرن 10 دقايق كمان على الشوايه ضعيفه شويه، وعلى النار بتاع الفرن تكمل سواها 10 دقايق ربع ساعه. كانت استوت بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، وكانت جميله جدا. وكانت القشور السيليا مش باينه خالص جوه البيتزا. يا رب اكون قدرت افيدكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد. شير الفيديو علشان يوصل عدد كبير من الناس والكل يستفيد. اشوفك على الف خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.